اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. مساء الخير عليكم مستمعينا في كل مكان. انتوا بتسمعونا دلوقتي على راديو برونتو اف ام. معاكم يارا خليفة من برنامج قبل ما ننسى. موضوع حلقتنا النهاردة عن التغافل. أكيد عدت عليك كلمة التغافل من حسن الخلق، بس عمرك ركزت فيها؟ عارف إنك لما تعمل نفسك أحياناً إنك مخدتش بالك أو ما سمعتش أو ما فهمتش إن ده في حد ذاته حاجة من حسن الخلق؟ عارف إنك لما تبقى فاهم أو حاسس قوي بإن اللي قدامك بيطلع منه دلوقتي تصرف مش لذيذ، أو إنه نيته كده فيها حاجة زي ما يكون مش سالكة قوي ناحيتك. أحياناً حد يكون مثلاً بيتكلم معاك وإنت عارف إنه بيكذب مثلاً أو مخبي حاجة من الحكاية. إنت ممكن تتصرف بأكتر من طريقة، إنك تبين له إنك فاهم، أو بالبلدي كده فأسه مثلاً، أو إنك ترد الحركة اللي بيعملها بحركة زيها. لكن أرقى ردود الفعل اللي ممكن تعملها هي إنك تتغافل. طالما ما حصلكش ضرر يعني كبير نتيجة الفعل اللي حصل، اعمل ما خدتش بالك أو ما فهمتش، عشان لما الشخص ده يراجع نفسه في يوم من الأيام أو تعدي فترة ويشوف المواضيع كده من بعيد ويشوف إنه ما كانش ليه لازمة اللي كان هيعمله أو اللي عمله، فما يلاقيش إن في حاجز أو إن باب الود خلاص اتقفل ما بينكم وترجع تاني العلاقة كويسة، بس يبقى عارف إن هو بيتعامل مع حد محترم، حد كويس، حد قلبه نضيف. في مقولة لمعاوية بيقول فيما معناه يعني إن التلت العقل في الفطنة والتلتين في التغافل. يعني الذكاء وحسن التصرف والحاجات دي كلها التلت والتلتين في التغافل. كمان التغافل بقى ده شيء صحي جدا جدا. دايما تلاقي الشخص اللي بيعدي ده ومكبر دماغه شخص صحته حلوة كده، ما بياخدش كل حاجة على أعصابه، مش قاعد بيهري وينكت وضغطه شوية طالع وشوية نازل، وبعيد كل البعد عن الأزمات والحاجات دي، رايق كده مع نفسه. في نهاية حلقتنا عايزة أقول لكم على مقولة للإمام أحمد بن حنبل لما اتسأل أين نجد العافية؟ فقال 9 أعشار العافية في التغافل عن الزلات. ثم قال بل هي العافية كلها، فتغافلوا أو كبروا دماغكم بمعنى أصح. وبكده تبقى حلقتنا خلصت. استنونا في الحلقة الجاية، هنفكر بعض بحاجات مهمة قبل ما ننسى.